وده شكل الدايرة معانا وهي شغالة. ادي الاوت بتاعها هنقيسه، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. وزي ما حضرتك شايف الاوت بتاعها 13 فولت و6 من 10، يعني داخلة على 14 فولت، يعني تشحن بطارية 12 فولت مرتاحة جدا. ده الاوت بتاعها. طبعا انا حاطط الافو على الدي سي، بدي 13 فولت و6 من 10، ويكاد يكونوا ثابتين. ونشرح لكم الدايرة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي نعمل شاحن للبطارية اللي احنا استخدمناها في الفيديو اللي فات بننور بيها الشقة والكهرباء قطعة بديل للكشافات. طبعا انتوا عارفين ان الكشافات بقت غالية جدا، فعملنا لكم الفيديو اللي فات حاجة بديلة توفر عليك كل ده. فطبعا البطارية اللي استخدمناها المرة اللي فاتت هتحتاج الشاحن، فجبنا لكم النهاردة دايرة الشحن بتاعتها اللي انت من خلالها تقدر تشحن البطارية بتاعتك. دايرة الشحن دي مكونة من حبة عناصر وحبة قطع جمعناها ووضحناها على الرسمة بطريقة التوصيل بتاعتها، وهنوريكم الفكرة نظري والفكرة عملي. مبدئيا القطع اللي هنستخدمها الفعلية: محول زي ما واضح قدامك في الصورة، 220 الام بتاعه، والاوت 12 فولت 3 امبير. يفضل كل ما يكون الامبير اعلى يكون افضل، بس اقل حاجة يفضل تكون 3 امبير. تاني حاجة معانا في الدايرة عدد 4 ديود، او بالبلد زي ما بيسموها في قطع الالكترونيات سيليكونات، اللي زي قدام حضرتك في الصورة دي. بعد كده هنحتاج مكثف 25 فولت 10000 مايكرو فاراد. 25 فولت 10000 مايكرو فاراد. القطعة الرابعة والأخيرة بلاطة شحن بتاعة موتوسيكل أو بتاعة تورسيكل، ويفضل تكون بتاعة التورسيكل عشان بتكون أقوى من بتاعة الموتوسيكل، بتستحمل درجة الحرارة شوية. في الدايرة دي هنوريكم طريقة توصيلها، وطبعا فيشة للخارج اللي انت بتاخد منه ال 14 فولت الخارجين اللي هم بيعتبروا الاوت اللي بنشحن بيهم البطارية. هنشرح لكم دلوقتي على الرسمة ازاي نوصل كل قطعة مع التانية عشان توصل لدايرة متكاملة وبتديك الفولتية اللي انت محتاجها عشان تشحن البطارية. يبقى كده الحاجات اللي هنحتاجها عشان نعمل الدايرة 4 قطع. القطعة الأولى وهي محول أو كونفرتر 12 فولت 220 فولت، الأوت بتاعه 12 فولت 3 أمبير. تاني قطعة معانا عدد 4 سيليكون أو ديود 3 أمبير. تالت قطعة معانا مكثف 25 فولت 10000 مايكرو فاراد. القطعة الرابعة والأخيرة اللي هي بلاطة شحن بتاعة تورسيكل، وفيشة للخارج النهائي او طرفين سلك، بس تبقى عارف ايه السالب وايه الموجب بتاعهم. دلوقتي هنوريكم على الرسمة طريقة التوصيل بتاعتهم. هنبدأ بأول حاجة معانا في الرسمة اللي هو المحول او كونفرتر ال 220 الان بتاعه والاوت 12 فولت. طبعا هتشتريه هيبقى موضح فيه الان بتاعه والاوت بتاعه. طبعا الان بتاعه هياخد كهرباء 220 من الفيشة دايركت، وهيديك اوت 12 فولت. طبعا ال 12 فولت هيروحوا على عدد 4 سيليكونات. طيب عدد 4 سيليكونات هيتوصلوا ازاي؟ هيتوصلوا بالطريقة اللي وضحها لحضرتك في الرسم زي ما حضرتك شايف. طبعا كل سيليكوناية بيبقى ليها طرف موجب وطرف سالب، وهما بيكونوا معلمين الطرف السالب بخط فضي في السيليكوناية. عايز اوضحه على الرسمة زي ما حضرتك شايفه. ده بيعني خط فضي. الخط الفضي ده معرفش هو واضح في الرسمة ولا لا. ده بيعني او بيمثل الطرف السالب، والطرف التاني الاسود بيكون الطرف الموجب. هنوصل السيليكون ازاي؟ كل اتنين مع بعض سالب مع موجب زي رأس المثلث. هيقابلهم في الناحية التانية برضو نفس النظام سالب مع موجب. هنفترض ان احنا هنقلبهم كده. هنفترض انا للأسف معيش الأربعة كنت وريتهم لحضرتك.
هيبقوا كده 2 و2. هتلاقي اتجمع معاك طرفين موجب وطرفين سالب، طرفين موجب وطرفين سالب، طرفين موجب للديود وطرفين سالب للديود مع بعض، وطرفين موجب للديود مع بعض، اللي هم على الاوت بتاعهم بيمثلوا عكس طبيعتهم، ان ده موجب وده سالب، ان ده موجب وده سالب. هنطلع بيهم دول اوت. كده احنا عملنا الاول دايرة التوحيد اللي هم عدد 4 سيليكون اتوصلوا مع بعض، فاضل ان هم يتوصلوا مع الاوت ويتوصلوا مع الان بتاعهم اللي هو خارج الكونفرتر. خارج الكونفرتر هوصل ايه؟ هيفضل عندي الطرفين دول اللي هو سالب مع موجب وسالب مع موجب، دول هياخدوا طرف من الكونفرتر، والطرف التاني برضو على الجنب التاني. هيجي على الطرفين دول هطلع منهم طرفين هيروحوا للمكثف في الحتة دي. المكثف بيبقى فيه جنب سالب وجنب مفيهوش علامة بيعني الموجب. أي مكثف بيبقى فيه رمز السالب ورمز الموجب، أو مفيش رمز للموجب ده بيعني الموجب. ده بيتوصل دايما الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، فبالتالي لما هنيجي نوصله هنيجي على الطرف السالب ده ونوصله على الدايرة كده بنفس الشكل ده، عشان يبقى الطرف السالب مع السالب والطرف الموجب مع الموجب. وبعد كده ناخد منهم الطرفين اللي طالعين مكملين معايا. انا جيت بس في نص السلكين وحطيت ده، هيبقى واقف بالشكل ده على السلكين، بس الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. هاخد الطرفين دول يدخلوا على بلاطة الشحن. بلاطة الشحن زي ما انت شايف كده فيها 5 أطراف سلوك، فيها سلك اسود ارضي، ده مش هنحتاجه، ده هنلغيه. هيفضل معايا عدد 4 سلك بالالوان المختلفة اللي شايفهم قدامك. هيبقى فيه اخضر واحمر، دول اخضر واحمر دول هيبقوا الخروج اللي رايحين للبطارية، والاحمر هيبقى الموجب والاخضر هيبقى السالب. بعد كده الدخول للبلاطة هيبقى الاصفر والبينك. وطبعا الاصفر والبينك ما فيهمش سالب وموجب، لان انت اللي هتاخده من المكثف فصله على اي واحد فيهم مش هتفرق. بعد كده هتاخد معاك الاحمر ده الموجب والاخضر ده السالب، ودول اللي هيروحوا للفيشة او هيروحوا للبطارية. وبكده نكون وضحنا دايرة الشحن. هوريها لحضرتك لان انا كنت مجمعها وهوريها لحضرتك. ده الترانس والمحول، اخدت الخارج بتاعه وديته على ال4 سيليكون، ربطت طرف في الجنب ده وطرف في الجنب ده. الطرفين المقابلين اللي هو زي عملت الديود زي مربع، كل زاويتين بيروحوا في حتة. الزاوية دي بقت الطرف السالب والزاوية دي بقت الطرف الموجب. اللي طلعوا دول راحوا للمكثف، الموجب مع الموجب والسالب ده مع السالب. بعد كده خدت الطرفين دول وديتهم لبلاطة الشحن، السالب والموجب، الأصفر والبينك دخول،
ومش هتفرق سالب من موجب. هيفضل عندك الخروج اللي هو الأخضر والأحمر، ودول اللي رايحين لدايرة الشحن بتاع للبطارية. يبقى كده معايا تاني، اللي خارج من المكثف الموجب والسالب هيروحوا على الأصفر والبنك، دول دخول. الأصفر والبنك دول دخول، هيلفوا جوه بلاطة الشحن ويطلع منهم أخضر وأحمر. أخضر وأحمر دول هيروحوا لشحن البطارية، يعني على الفيشة دي. الأحمر بيمثل الموجب والأخضر بيمثل السالب. وبكده نكون وضحنا لكم دايرة الشحن. طبعا زي ما احنا عارفين ان الدايرة دي بتعمل حاجتين: دايرة تنظيم للشحن، الجزء ده عبارة عن تحويل، يعني الجزء الصغير ده اللي هو السيليكون والكوندنسر او المكثف مسؤولين عن تحويل التيار اللي خارج من المحول اللي هو الاي سي الى دي سي، لان معروف ان بتاع التيار جوه البطاريات دي سي وكهرباء المنازل اي سي. دور بلاطة الشحن في الدايرة اللي هو تنظيم عملية الشحن، عشان لما البطارية تشحن تفصل الدايرة عن البطارية اوتوماتيك. انت ممكن تاخد الخارج اللي خارج من المكثف تشحن بيه البطارية على طول، بس لو نسيت الشاحن على البطارية هتتنفخ. بيحل المشكلة دي بلاطة الشحن، لما البطارية بتكتمل الشحن بتفصل الشحن، زي مثال بسيط في العربية اللي بتطلق عليها كتاوت الشحن. وبكده نكون وضحنا كل الدايرة. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب والدعم عشان نستمر في الفيديوهات.